السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم التقنيه بواحد المكون اللي تنضيفو تيطلق واحد المذاق زوين. غنتعرفوا على هذا المكون. اول حاجه غنحتاجو بعدا التقليه. انا هنا درت كيلو تاع التقليه مقطعه ومغسوله، ما تنسلقهاش، فقط كنقطعها ونغسلها مزيان. كتضيفي عليها الخل في الغسيل. هنا عندنا بصله اللي غنشلضوها. في الطنجره ديالنا غنضيفو الزيت. ما تنساوش تضغطوا على ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اللي تفرج في هذا الفيديو كنتمنى انه يضغط على ابوني ويخلينا شي كومونتير زوين. من بعد غنضيف البصله، هي الاولى نضيف البصله واش نضيف الثوم. غنضيفوا الثومه ديالنا اللي قلنا حنا 4 ديال الفصوص تاع الثوم، 4 فصوص يكونوا كبار. من بعد غنضيف التقليه ديالي باش هاد المكونات يتقلاو مع بعضياتهم. انا راه مشعله على البوطه. بالنسبه للعطريه فاحنا غنحتاجو معلقه صغيره عامره تحميره، خرقوم، بزار، كمون وسكينجبير، قزبر والملح. نضيف العطريه على التقليه. هنا تتخلطوا نتوما البصله والثومه. انا معاك كنصور بالتليفون ندير ما خلطش. هنا عندي مطيشه محكوكه. المكون اللي تنضيف انا هو هذا الزيتون الاحمر. انا عندي اللب ديال الحامض وقشور ديال الحامض وضامه ديال الزعفران. بالنسبه للزيتون كنضيفو في الاول من 3 حتى 5 الزيتونات، هذا هو اللي كيعطيها مذاق زوين. من بعد غنضيف واحد معلقه كبيره عامره ديال الربيع. وفاش غطيب لينا ان شاء الله التقليه في الاخر غنضيف واحد الكاس عامر ديال الماء. غنضيف في الاخر الزيتون حتى طيب لينا التقليه. نبغيو نسدو عليها واحد 5 دقائق كنضيفوا الزيتون. هذا هو شكل التقليه ديالنا، كتجي بنينه. جربوها ما تندموش عليها. بالصحه والراحه.